بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض في حل أهم أسئلة المعاصر على lesson 2. نبدأ مع أول سؤال عندنا، بيقول لي a over b equal 4 over 3. طيب أنا محتاج أستخدم المعلومة اللي أنا اتعلمتها في الدرس ده. إيه المعلومة؟ إن أنا أقدر أمسك ال a أعملها over ال 4 وأقدر أمسك ال b أعملها over ال 3. ف a over b equal 4 over 3 أنا ممكن أكتبها بطريقة تانية. ممكن أكتبها كده، إن هي a over 4 equal b over 3. عشان نتأكد ان انا ماشي صح، تعالى هنا نعمل cross multiplication. a by 3 يعني 3a، صح؟ وهنا b by 4 يعني 4b. طيب تعالى هنا نعمل cross multiplication. a by 3 يعني 3a، b by 4 يعني 4b. ده هو ده، يبقى فعلا الشكل ده هو الشكل ده. انا اقدر اكتبه باي طريقه انا عايزها. خلاص، يبقى احنا حولنا المنظر عندنا للشكل ده، a over 4 equal b over 3. ليه عملت الكلام ده؟ عشان اقول في الاخر ان ده equal k، فاقوم قايل ان a over 4 equal k و b over 3 equal k. طبعا كانها k over 1، هنا كانها k over 1. لما اعمل cross multiplication a by 1 معناها a، 4 by k يعني 4k. طيب b by 1 يعني b، 3 by k يعني 3k. وصلت لمعلومة مهمة، ان اي a هشوفها هشيلها واكتب مكانها 4k، وان اي b هشوفها هشيلها واكتب مكانها 3k. طيب هنعمل الكلام ده فين؟ هنعمل الكلام ده هنا. اي a تشوفها هشيلها واكتب مكانها 4k، اي b تشوفها هشيلها واكتب مكانها 3k. طيب يلا، ادي ال 3 هتنزل زي ما هي، ادي ال a شيلها واكتب مكانها 4k، ماينس ال 2 شيل ال b واكتب مكانها 3k. ماشي، ادي ال 3 شيل ال A واكتب مكانها 4K، بلس 2 شيل ال B واكتب مكانها 3K. طيب كمل، 3 باي 4 يبقى 12، يعني دي 12K، ماينس 2 باي 3 يعني 6، يعني دي 6K. ماشي، 3 باي 4 12K، بلس 2 باي 3 يعني 6K. ماشي، 12 ماينس 6 6، 12 بلس 6 18. طبعا الكي هتطير مع كي، بسمبليفاي دلوقتي. طيب هسمبليفاي 6 اوفر 18، يا اما اكتبها على الكالكوليتر يا اما انا اعمل السمبليفاي. فديفايدد 6 1، ديفايدد 6 3، فيطلع الكلام ده فعلا 1 اوفر 3 اهو. فدي فكره اول سؤال. يبقى فكره اول سؤال ببساطه انك هتشقلب، هتقوم قايل a اوفر 4 ايكوال b اوفر 3 بس، وتبدا تحل. نفس الكلام في الفكره هنا، هتقوم قايل x اوفر 2 y اوفر 3 وتبدا تشتغل. دي هي دي. طيب تعالى نظبط الشكل ده. انا عارف طبعا معلومه عندي، ان انا لو عندي 2 divided 3 هي 2 over 3 هي 2 to 3. الشكل ده هو الشكل ده هو الشكل ده. فتعالى نستخدم المعلومه دي، يعني x to y اقدر اكتبها كده x over y. ماشي، و 2 to 5 اقدر اكتبها كده 2 over 5. طيب بيقول لي ان دول equal، معناها ان x over y equal 2 over 5. هتلاقي نفسك وصلت لنفس الفكره دي بالظبط. طيب امسك الاكس اعملها اوفر ال 2، وامسك الواي اعملها اوفر ال 5، فيبقى x اوفر 2 equal y اوفر 5. طيب قول الكلام ده كله اسمه k، يعني k اوفر 1. يلا، يبقى x اوفر 2 equal k. خلاص طلعت الاكس ب 2k. نفس اللي عملناه هنا بقى كروس مالتيبليكيشن واشتغل. طيب الواي اوفر 5 equal k، معنى كده ان الواي equal 5k. كده حضرتك وصلت لاهم حاجه، وهي ان اي اكس هتشوفها هتشيلها وتكتب مكانها 2k، وان اي واي هتشوفها هتشيلها وتكتب مكانها 5k. طيب تعال نطبق الكلام ده هنا. 10x بلس 3y، ادي ال 10 x شيل الاكس واكتب مكانها 2k، بلس 3 شيل الواي واكتب مكانها 5k. الكلام ده اوفر. ال 5 شيل الاكس واكتب مكانها 2k، بلس 2 5k. 2 باي 10 يعني 20k، بلس 15k اوفر 10k بلس 10k. يلا بينا، 20 بلس 15 يبقى 35k اوفر 20k. طبعا الكي هيطير مع الكي، نسمبليفاي. لو عملنا ديفايدد 5 يبقى 4، لو عملنا ديفايدد 5 يبقى 7. يبقى الاجابه فعلا 7 اوفر 4. طيب كويستشن 4 هو نفس الفكره بالظبط بتاعت او 1 و2 و3، هما نفس الافكار. طيب تعالى نخش على كويستشن نمبر 5. الراجل مديني معلومه
4 over b equal 3 over a. بصوا يا جماعه احنا بس نتفق اتفاق. انا عشان استخدم معلومه الكي اللي انا بحل بيها اغلب المسائل لازم يبقى فوق الفاريبل وتحت الرقم. يعني ايه؟ يعني يبقى فوق مثلا x وتحت 2 ايكوال مثلا y over 3. بقوم الشكل ده لو انا واصل له انا اقدر احل بالكي، اقول الكلام ده ايكوال كي، فيبقى x over 2 ايكوال كي، ويبقى y over 3 ايكوال كي. تمام، وابدا اشتغل. في المسائل الاولانيه احنا كنا بنحاول نوصل للشكل ده عن طريق ان انا هنا مثلا قمت قايل a over 4 ايكوال b over 3، فوصلت للشكل اللي انا عايزه فبدات اشتغل. اللعبه هنا نفس الكلام، هو مديك الموضوع ده بايظ شويه، فانت باللي انت اتعلمته هتقدر توصل للشكل ده. طيب تعال نشوف هنوصل للشكل ده ازاي. اولا هو مديني 4 over b equal 3 over a. انا ممكن هنا اعمل حاجه ذكيه جدا، اعمل كروس مالتيبليكيشن. 4 by a تبقى 4a equal 3 by b تبقى 3b. ماشي، عملت كروس مالتيبليكيشن. انت عايز توصل لاني شكل؟ انا عايز اوصل للشكل ده، ان يبقى الفاريبل فوق وتحت الرقم. تمام، لو حولنا ده لشكل فراكشن مش هقدر اقول هنا a ايكوال مثلا فراكشن وفراكشن، انا عايز فوق هنا يبقى الاي وهنا يبقى البي. ماشي، طب لو عملت كده لازم جنب الاي هنا تحط 4، يعني لازم هنا تحط 4، ولازم عند البي هنا تحط 3، صح كده؟ عشان لما تيجي تعمل للشكل ده كروس مالتيبليكيشن a باي 4 ادي 4a، 3 باي b ادي 3b. فوقت ما يجي لك حاجه انت عطلان فيها اعمل لها كروس مالتيبليكيشن اهو، بعد كده اكتبها بالطريقه اللي انت عايزها. عايز الاي فوق وعايز البي، بس هنا لازم يبقى فيه 4 عشان لما تعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى 4a، نفس الكلام للبي. كده انت وصلت للشكل اللي انت عايزه خلاص، اللي هو a over 3 equal b over 4 equal k، ومن هنا طبعا هيبقى ال a equal 3k وهيبقى ال b equal 4k. اي a هتشوفها هتشيلها وتكتب مكانها 3k، اي b هتشوفها هتشيلها وتكتب مكانها 4k. طيب هل انا كان ممكن اوصل للطريقه دي بشكل تاني؟ بس انا بشوف ان ده اسهل حاجه انت ممكن تعملها من غير ما تلخبط من غير ما تلخبط نفسك نهائي. تمام، طيب نبدا نشتغل. ادي 4 3k بلس 4k over 2 3k minus 4k 3 by 4 يعني 12k plus 4k over 6k minus 4k. طيب 12 plus 4 16k 6 minus 4 2k. simplify كده هيطير مع كده 16 divided 2 8. طيب نخش على اللي بعديها، شيل البي واكتب 4k يبقى 4k باور 2 plus ab يعني 3k multiply ال 4k تحت a باور 2 يعني 3k باور 2 plus ab يعني 3k multiply ال 4k. طيب واحدة واحدة، انا عارف لما بيبقى عندي 2x باور 2 معناها ان الباور 2 بيخش عليهم هما الاثنين، يعني 2 باور 2 x باور 2 يعني 4x باور 2. طيب طبق الكلام ده هنا، 4k باور 2 معناها ان الباور 2 هيخش على ال4 وهيخش على الكي، يعني 4 باور 2 k باور 2 يعني 16k باور 2. تحت نفس الكلام يبقى 9k باور 2. طيب 3k 4k معناها ايه؟ يعني ايه 3k ملتبلاي 4k؟ كله مضروب في بعضه، يعني كده 3 باي k باي 4 باي k. طيب 3 باي 4 12 k باي k باور 2 بس، يبقى ده بلس k باور 12 k باور 2. طيب وتحت نفس الكلام 12 k باور 2. طيب 16 بلس 12 يبقى 28 k باور 2 over 12 بلس 9 تبقى 21 k باور 2. طيب نسمبليفاي الكي باور 2 هتطير مع الكي باور 2، 21 اوفر ال 28 لو عملنا لها سمبليفاي يطلع معانا 4 اوفر 3. بتيجي اعرفك ازاي معانا ان شاء الله هتقدر تقفل الماث، ومش بس كده هتتعلم الماث صح وهتتأسس صح. الحصة عندنا بتكون لايف على زوم
بنشرح فيها الدرس وبنحل كل الافكار اللي ممكن تقابلك على الدرس ده. الميزه هنا انك تقدر توقفني وتسال في اي وقت تحبه، وكمان لازم تحل اسئله قدامي عشان اتاكد انك فاهم صح وانك بتعرف تحل. وطبعا كل حصه بتتسجل وبتتبعت لك عشان تكون معاك طول الترم وتقدر ترجع لها في اي وقت. وكمان لكل حصه واجب ثابت، الواجب من كتاب المعاصر، وانا بختار لك الاسئله عشان تغطي كل الافكار اللي في الدرس، وده بيكون مع فيديو لحل الواجب. ولو قابلتك اي مشكله خلال الاسبوع زي سؤال مش فاهمه او مش عارف تحله، تقدر تبعت لي على الواتساب وانا اكيد هحل لك مشكلتك. واخيرا عندنا امتحان ثابت كل اسبوع بتبعتهولي وانا بصححه خطوه بخطوه عشان اتاكد مش بس انك حليت صح، لا كمان خطواتك صح. لو حابب تنضم معانا ابعت لي رساله على الواتساب على الرقم ده. ودلوقتي يلا نكمل الفيديو. 4 over A equal 3 over B equal 2 over C. هل انا اقدر اقوم قايل يبقى 4 over A equal 3 over B equal 2 over C equal K واشتغل؟ لا. ليه؟ لان انا قلت لك الشكل اللي احنا بنحبه او الشكل اللي احنا بنشتغل بيه ايه هو؟ الفاريبل موجود فوق وتحت الرقم. تمام. طب انا هعمل ايه؟ انا شايف ان هما متشقلبين، يعني فوق الرقم وتحت الفاريبل، انا عايز العكس. طب شقلبهم. هو عادي؟ طبعا عادي. يعني تبقى A over 4 equal B over 3 equal C over 2. ده عادي ان انا شقلبهم؟ ده عادي ان انت تشقلبهم. طيب الكلام ده في الاخر هيبقى equal K. خلاص بقى، يبقى ال A equal 4K وال B equal 3K وال C equal 2K. اي A هشوفها هكتب مكانها 4K، اي B هشوفها هكتب مكانها 3K وهكذا. طيب بروف بقى الكلام ده. الكلام ده بعمل ايه؟ باخد ده احله لوحده اللي هو A plus C over C multiply B minus C over B. ماشي. هشيل A واكتب مكانها 4K يبقى 4K بلس هشيل السي واكتب مكانها 2K ادي 2K. شيل السي واكتب 2K ادي 2K. شيل البي واكتب 3K ماشي. ماينس السي اللي هي 2K اوفر البي اللي هو 3K. يلا نحل. 4K بلس 2K ادي 6K. 6K اوفر 2K ماشي. ملتبلاي 3K ماينس 2K يبقى K اوفر 3K. طيب 6 ديفايدد 2، طبعا الكي ده هيروح مع الكده. 6 ديفايدد 2 3. الكي طبعا ده هيروح مع الكده يبقى 1 اوفر 3. طبعا 3 كانها اوفر 1. 3 باي 1 3، 1 باي 3 3، 3 اوفر 3 1. يبقى انت فعلا اثبتت اللي هو عايزه. طيب ندخل على النوعيه التانية من المسائل وهي اهم جزئيه في الدرس. هنا الراجل بيقول لك A اوفر 3 ايكوال B اوفر 4 ايكوال C اوفر 5 ايكوال الكلام ده كله. دي معلومات معاك، عايز منك تجيب له الام. طيب في المسائل دي انا بعمل ايه؟ في المسائل دي انا بشوف الراجل هنا عمل ايه واعمل زيه. في المسائل دي بشوف الراجل عمل ايه واعمل زيه. طيب فواحده واحده. هو عمل ايه عند الايه؟ هو مسك الايه عاملها ملتبلاي 4. اعمل انت كده يبقى 4A. طبعا اللي تعمله فوق تعمله تحت يبقى 4 باي 3. 4 باي 3 كام؟ 12 ماشي. خش على اللي بعده. عمل ايه في البي؟ عملها ملتبلاي الام وطبعا عمل بلس ال 4A ماشي. اعمل زي ما هو عمل بالظبط، يعني هو عمل بلس وعامل البي ملتبلاي الام، يعني حط هنا ام يبقى تحط هنا كمان ام، يبقى هنا ام بي بلس 4 ام ماشي. بعد كده عمل ايه؟ عمل بلس 5 سي، يعني حط هنا 5 وجمع يبقى بلس 5 سي بلس طبعا اللي تعمله فوق تعمله تحت 5 باي 5 25. حلو حلو. يبقى ده هو ده صح، يعني دول ايكوال بعض. 4A بلس MB بلس 5C اوفر ال 25. معنى كده ان ده بكام؟ ب 25. يعني 12 بلس 4M بلس 25 ايكوال 25. طب يلا نحل. 12 بلس 4M ايكوال، لو قلنا دي 25 وخدنا دي وديناها الناحيه الثانيه بالماينس يبقى ماينس 25 كام؟ 0 ماشي. بعد كده هاخد ال 12 اوديها الناحيه الثانيه بالماينس يبقى ماينس 12 ماشي. بعد كده هقوم قايل الام ايكوال، هاخد ال 4 اوديها الناحيه الثانيه بالديفايد يبقى نيجاتيف 12 ديفايدد 4 يعني الام بنيجاتيف 3. بس هو الراجل كان عايز منك الام بنيجاتيف 3 وشكرا. السؤال ده بيقول لي x اوفر a ايكوال y اوفر 6 ايكوال الكلام ده. بنفس الطريقه شوف هو عمل ايه واعمل زيه. مسك الاكس عملها ملتبلاي ال4 يبقى انت تحط هنا 4 وهنا 4، تعمله فوق تعمله تحت يبقى 4x وهنا 4a ماشي. بعد كده ماينس ادي الماينس يا عم.
عمل للواي ملتبلاي 3، يبقى تحط هنا 3 وتحط هنا 3، يبقى 3y و3 باي 6 يعني 18 ماينس 18. 3 باي 6 18. ماشي. الكلام ده بيساوي ايه؟ الكلام ده ايكوال 4x ماينس 3y اوفر 10. يبقى معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ان ده ب 10، يعني 4a ماينس 18 ايكوال 10. يعني 4a ايكوال، خد ال 18 وديها الناحيه التانيه بالبلس، 10 بلس 18 يعني 4a ايكوال 28. يعني ال a ايكوال 28 ديفايدد 4 يعني ال a ايكوال 7. طبعا عندي سؤال، انا حطيت هنا ماينس، ليه حطيت هنا ماينس؟ اللي بعمله فوق بعمله تحت، فلو حطيت هنا ماينس تحط هنا على طول ماينس. a over 4x plus y equal b over x minus 4y. بروف الكلام ده. طيب في المسائل دي بعمل ايه؟ في المسائل دي انا بعمل اللي الراجل عمله. امسك ده الاول اشتغل عليه، بعد كده امسك ده واشتغل عليه. طب لو مسكنا ده الاول، هو عباره عن ايه؟ a plus b over 5x minus 3y. بنعمل ايه؟ بنعمل اللي الراجل عمله. فهتروح انت هنا تعمل اللي الراجل عمله. يعني ايه؟ يعني بص كده، هو الراجل عمل ايه؟ قال لك a plus b، يبقى جمع دول. اعمل اللي الراجل عمله، a plus b، a plus b، اللي تعمله تحت تعمله فوق، اللي تعمله فوق تعمله تحت. فانت لو عملت فوق a plus b يبقى تجمع اللي تحت على بعض، يبقى 4x plus y plus، طبعا ده مش ايكوال، يعني احنا بس ايه بنعمل زي ما الراجل عمل يعني. ف a plus b ماشي 4x plus y plus x minus 4y. طيب minus 4y، لا ثواني، ماشي، يبقى a plus b 4x plus y plus x minus 4y. 4x plus x يبقى 5x، y minus 4y يبقى minus 3y. تمام. الكلام ده طبعا equal دول، يعني a over 4x plus 3y plus y equal b over x minus 4y equal a plus b over 5x minus 3y. دي معلومه انت المفروض خدتها في الدرس. لو انا عندي مثلا a over 2 equal b over 3، فاقدر اجمعهم على بعض عادي، اقدر يبقى equal برضو a plus b over 2 plus 3، واقدر اعمل لهم ماينس عادي براحتي، يبقى a minus b over 2 minus 3، كل دول equal بعض. تمام. فدي المعلومه اللي احنا بنستخدمها يعني. طيب فاول حاجه حاولت اوصل للشكل اللي الراجل وصل له اهو، عملت زي ما الراجل عمل يعني a plus b، وقمت عامل انا a plus b اهو. طيب تعالى بقى نعمل زي الراجل هنا a minus b. عمل ايه يعني؟ عمل ال a minus b، عمل لهم ماينس. ماشي، a minus b اللي تعمله فوق اعمله تحت، يبقى 4x plus y ماينس وافتح براكت x minus 4y. a minus b 4x plus y، الماينس يدخل يغير كل حاجة، يبقى نيجاتيف x plus 4y، يبقى a minus b 4x minus x يبقى 3x، y plus 4y يبقى 5y. طبعا الكلام ده equal دول، equal a minus b over 3x plus 5y. طيب بص كده، ده اللي الراجل عايزك تثبته اصلا اهو، فانت كده اثبت. ففكرة المسائل انك بتشوف الراجل عمل ايه وتعمل زيه. شوف الراجل عمل ايه واعمل زيه، هتلاقي المسألة اتحلت معاك. a over 2x minus y equal b over 2y minus x. بروف الكلام ده واحدة واحدة. شوف الراجل عمل ايه واعمل زيه. وقبل ما نعمل كده، انا ممكن اشتغل على الشكل ده زي ما هو، وممكن استخدم المعلومة اللي انا عارفها، ان انا ممكن امسك ده اعمله ديفايدد ده، وامسك ده اعمله ديفايدد ده، فيبقى كده 2a plus b over x equal a plus 2b over y. ده هو ده عادي لو اشتغلت كده، بس يفضل انك تعمل المنظر ده. هقول لك ليه في الحل. فلو مسكنا واحده واحده، يعني مسكنا ده واشتغلنا عليه، هنقول ايه؟ هنشوف الراجل عمل ايه ونعمل زيه. فهنلاقي ان الراجل رقم واحد عمل ملتبلاي 2 للاي، فمسك الايه عملها ملتبلاي 2، اللي تعمله فوق اعمله تحت. عملت هنا ملتبلاي 2 يبقى تعمل تحت برضو كمان ملتبلاي 2. ماشي، فتبقى 2a over 2 by 2x يعني 4x minus 2 by y يعني 2y. مش بس كده،
ده الراجل عمل بلس بي يعني جمع بي، يبقى بلس بي اللي تعمله فوق اعمله تحت 2y minus x. 2a plus b 4x minus x هيبقى 3x نيجاتيف 2y plus y plus 2y مع بعض ايه مع السلامة يتبقى 3x. فمعنى كده ان ال a over 2x minus y equal ال b over 2y minus x equal اللي انت عملته ده 2a plus b over 3x. طيب تعال نشتغل على الجنب ده. مسك ال a كتبها زي ما هي ماشي، يبقى a 2x minus y. بعد كده قام قايل بلس ومسك ده عمل له multiply 2 ماشي، يبقى 2b plus 2 by 2y يعني 4y minus 2x. يلا بينا a plus 2b تفضل a plus 2b 2x minus y plus 4y minus 2x 2x minus 2x مع السلامة negative y plus 4y يبقى 3y ماشي. يبقى الكلام ده برضو equal a plus 2b over 3y. بص كده على ده وبص كده على ده، هو هتقولي لا مش هو في 3. هقول لك ثانية، ما الشكل ده عامل كده 2a plus b over x multiply 1 over 3 صح equal a plus 2b over y multiply 1 over 3. لو انا حبيت اسمبليفاي هطير ده مع ده فخلاص مش هيبقوا موجودين. فبص كده هتلاقي ده هو فعلا هو ده. معاك هنا x plus y over 7 equal y plus z over 5 equal x plus z over 8. الراجل مديك المعلومة دي او الراجل بيقول لك find الفاليو بتاعت دي x plus y plus z over x minus z. طيب واحدة في المسائل اللي زي دي اللي الراجل يقول لك find الفاليو بتاعت حاجة زي كده افصل اللي فوق عن اللي تحت. يعني امسك اللي فوق ده هنشتغل عليه لوحده وبعد كده هنمسك اللي تحت نشتغل عليه لوحده. ايوه يعني ايه؟ يعني اول حاجة هنبص فوق نشوف الراجل عمل ايه ونحاول نعمل زيه. الراجل عمل ايه هنا؟ x plus y plus z. هتقول لي الراجل جمع كله على بعضه x plus y plus z كله مجموع على بعضه. فهل ده اللي احنا هنعمله هنا او اللي احنا عايزين نعمله؟ ان احنا عايزين نوصل للشكل ده ال x plus y plus z. فهنعمل ايه؟ هنجمع كل دول على بعض. طيب يبقى x plus y plus y plus z plus x plus z over 7 plus 5 plus 8 ماشي. يبقى 2x plus 2y plus 2z over 7 plus 5 plus 8 يعني 20 ماشي. ناخد ال 2 ككومن فاكتور يبقى 2x plus y plus z over 20 simplify divided 2 1 divided 2 10 يعني في الاخر نوصل ل x plus y plus z over 10. وصلنا للشكل ده؟ وصلنا للشكل ده. خليك عارف ان ال x plus ال y over 7 equal y plus z over 5 equal x plus z over 8 equal اللي انت عملته x plus y plus z over ال 10. ماشي. دلوقتي هندخل على الخطوة التانية اللي احنا هنحاول نوصل للشكل ده x minus z. اولا في ماينس في الموضوع، يعني في حاجتين هعملهم ماينس بعض تمام. تاني حاجة انا شايف ان مفيش y يعني انا خلصت من الواي. طيب فايه الحاجتين اللي انا اعمل لهم ماينس يطيروا لي الواي؟ هل امسك ده اعمل له ماينس ده؟ هتقول لي لا الواي هتفضل موجوده. طيب هل امسك ده اعمل له ماينس ده؟ برضو لا الواي هتفضل موجوده. طيب هل امسك ده اعمل له ماينس ده؟ ساعتها الواي هتطير. ازاي؟ همسك ده x plus y over 7 هعمله ماينس ده ماينس يعني افتح براكت y plus z هنا طبعا ماينس 5 x plus y minus y minus z over 7 minus 5 2 ماشي. الواي ماينس واي مع السلامة x minus z اهي divided 2 الكلام ده برضو equal x minus z divided 2. وصلت للشكل اللي هو عمله اللي هو x minus z. طيب دلوقتي هنبدأ نمسك دول. انا عايز اوصل بقى للشكل ده. هو عمل ايه؟ هو مخلي ده فوق وده تحت مركبهم على بعض. طب ما نعمل كده، نمسك ده نعمل له اوفر ده يبقى x plus y plus z over x minus z. طيب الكلام ده هيبقى ايكوال ايه؟ 10 divided 2 10 divided 2. طيب 10 divided 2 كام؟ 10 divided 2 5. يبقى الكلام ده في الاخر
بيطلع ب 5. طيب السؤال ده انا عندي a over 2x plus y b over 3y minus x و c over 4x plus 5. عايزين نبروف الكلام ده بنفس الطريقه اللي حلينا بيها السؤال ده، وهي ان مسكنا اللي فوق اشتغلنا عليه الاول، بعد كده مسكنا اللي تحت اشتغلنا عليه، فوصلنا للشكل اللي احنا عايزينه. هنا ممكن نعمل كده، او ممكن نظبط الشكل ده نخليه كده a plus 2b over 7 4b plus c over 17. طيب انا عملت ايه؟ مسكت ده عملت اوفر ده، ومسكت ده عملت اوفر ده. هي اقدر امسك ده اشتغل عليه لوحده، واقدر امسك ده اشتغل عليه لوحده. طيب لو مسكنا ده هو عمل ايه؟ ال a plus 2b، يعني كتب ال a زي ما هي، بعد كده عمل بلس ل 2b، يعني 2 ملتبلاي ال b. اللي تعمله فوق اعمله تحت. 2b يبقى تحت 2 باي 3 6y minus 2x. ماشي. a plus 2b a plus 2b 2x minus 2x مع السلامة. y plus 6y يبقى 7y. خلاص كده عارفين طبعا ان ده a over 2x plus y equal b over 3y minus x equal c over 4x plus 5y equal الكلام ده a plus 2b over 7y. يلا نخش على ده. هو عمل ايه؟ عمل البي ملتبلاي 4، اللي تعمله فوق اعمله تحت، فيبقى 4b over 3 باي 4 ادي 12y minus 4x، بعد كده plus c يعني plus 4x plus 5y. 4b plus c زي ما هي نيجاتيف 4x مع 4x مع السلامة 12y plus 5y يعني 17y. يبقى الكلام ده equal 4b plus c over 17y. طبعا الواي اقدر اسمبليفاي الواي دي مع الواي دي، فابقى وصلت للشكل اللي الراجل عايزه اهو. بيقول لي x over y بكام؟ هو عمل ايه؟ مسك الاكس عملها over الواي، x over y يبقى equal 6 over 10. طيب 6 over 10 divided 2 3 divided 2 5 يعني 3 over 5. الراجل بيقول لي ان a و b و a b و 2 و 3 are proportional، يعني a over b equal 2 over 3. ماشي. يبقى b over a بكام؟ شقلب b over a equal 3 over 2. طيب a over b equal 2 over 7. بيقول لي 2b over 7a. واحدة واحدة. دي اقدر اكتبها كده a over 2 equal b over 7 صح؟ عملت ده over ده وده over ده. طيب اقدر اسميه ده k. ماشي. يعني ال a equal 2k وال b equal 7k. طيب تعالى هنا. اي b هتشوفها شيلها واكتب مكانها 7k. اي a هتشوفها شيلها واكتب مكانها 2k. 2 by 7k يبقى 14k. 7 by 2k يبقى 14k. طيب 14k over 14k كام؟ 1. a و x و b و 2x are proportional، يعني a over x equal b over 2x. ماشي. عايز اعرف ال a over b. a over b a over b يبقى equal x over 2x. طيب ال x ده over ال x ده ماشي، يبقى 1 over 2 اهو. خش على اللي بعده. a و b و c و d are proportional، يعني a over b equal c over d. هل دي صح؟ بص تعرفها ازاي على طول؟ اعمل هنا كروس مالتيبليكيشن a by d يبقى a d equal b c. يلا تعالى هنا نعمل كروس مالتيبليكيشن b c. هل b c صح؟ صح. و a d صح؟ صح. يبقى ده مظبوط. طب تعالى هنا a by b صح؟ لا دي ال a ملتبلاي d يبقى ده مش صح. طب هنا ال a ملتبلاي c صح؟ لا. طب هنا ال a ملتبلاي ال b صح؟ لا. يبقى ده الصح. خش على اللي بعده. دايما قلت لك الشكل الصح ان الفاريبل يكون فوق، فهنقلب دول يبقى x over 5 equal y over 6. طبعا الكلام ده equal k، فيبقى x equal 5k وال y equal 6k. طيب اي x تشوفها شيلها واكتب مكانها 5k، اي y تشوفها شيلها واكتب مكانها 6k، يبقى ال y 6k minus 5k. طيب
6k minus 5k يبقى k. 2 by 5k ادي 10k. 10k plus 6k يبقى 16k. طبعا k divided k يبقى 16. a over b equal c over d equal 2 over 3. عايز اعرف a plus c و b plus d. هو عمل ايه؟ عمل ال a plus c ماشي، وعمل ال b plus d b plus d. طب ما انا عارف ان a over b equal c over d هيبقى equal الكلام ده a plus c over b plus d equal كام؟ equal 2 over 3. طيب مين في دول صح؟ هنا جمعهم على بعض a plus b plus c يبقى تجمع دول كلهم على بعض. هل لما اجمع 2 plus 3 plus 5 يديني 3؟ لا طبعا، فاكيد دي مش صح. طيب هنا عمل a plus 2b minus c، يعني مسك ال b عملها multiply 2، يبقى اللي تعمله فوق تعمله تحت، يبقى 2 plus 6 minus ال c اللي هي 5. 2 plus 6 8 8 minus 5 3، يبقى فعلا ده صح. 4 over x equal 7 over y equal a over y minus x. ال a بكام؟ هو عمل ايه؟ عمل ال y minus x ماشي، انا عارف ال 4 over x equal 7 over y equal عمل ده minus ده y minus x يبقى 7 minus 4. الكلام ده equal a over y minus x. 7 minus 4 كام؟ 3 يبقى ال a ب 3. ممكن اظبط ده اخليه m over 3 equal n over 5 واقوم قايل ان هو equal k، فيبقى ال m equal 3k ويبقى ال n equal 5k. طيب اي m شيلها واكتب مكانها 3k، اي n شيلها واكتب مكانها 5k. الكلام ده equal 6. 3 minus 5 يبقى نيجاتيف 2k equal 6، يعني ال k بنيجاتيف 3. ال k بنيجاتيف 3. انت عايز مين؟ انا عايز ال m. تمام، ال m بتساوي 3k، شيل ال k واكتب مكانها نيجاتيف 3، يبقى 3 باي نيجاتيف 3 كام؟ نيجاتيف 9، يبقى ال m بنيجاتيف 9. طيب نخش على اللي بعده. هنا احنا ممكن نعمل حركه ذكيه ان احنا نجمعهم على بعض، صح؟ انا اعرف اعمل ده، يعني a over c plus a minus b equal b over a plus b minus c equal c over b plus c minus a. اقدر اجمعهم على بعض ويبقوا equal؟ اه طبعا، a plus b plus c a plus b plus c. طيب نجمع دول على بعض، c plus a minus b c plus a minus b plus a plus b minus c plus b plus c minus a. طيب c ونيجاتيف c مع السلامة، a ونيجاتيف a مع السلامة، نيجاتيف b و b مع السلامة، هيتبقى a plus b plus c، هيتبقى تحت a plus b plus c. ماشي، ادي a plus b plus c. طيب a plus b plus c over a plus b plus c بكام؟ ب1. لو انا عندي فراكشن الحاجه اللي مكتوبه فوق هي مكتوبه تحت، فالاجابه 1، فده في الاخر يطلع 1، يعني كل دول بيطلعوا في الاخر بكام؟ ب1. طيب خش على اللي بعده. x over 5 equal y over a. الكلام ده يبقى ال a بكام؟ شوف هو عمل ايه واعمل زيه، مسك ال x عملها multiply 3 فبقت 3x، اللي تعمله فوق اعمله تحت، 3 باي 5 15. بعد كده حط ماينس 2 multiply الواي، اللي تعمله فوق اعمله تحت، يبقى 2a. الكلام ده طلع ايه؟ طلع 3x minus 2y over 9. معنى كده ان 15 minus 2a equal 9. طيب يبقى نيجاتيف 2a equal 9 minus 15، يبقى نيجاتيف 2a equal نيجاتيف 6، يبقى ال a equal نيجاتيف 6 divided نيجاتيف 2، يبقى ال a ب 3. وبكده نكون خلصنا اهم اسئله المعاصر اللي موجوده على lesson 2. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.